ناس كتير بتسألني هي ايه التلاتة اكسلنت، التلاتة اكسلنت اللي انت دايما بتقول عليها، وناس اكتر بتيجي الفروع وبتطلب الحجارة بتاعتها تلاتة اكسلنت. تعالوا نشوف ايه الموضوع ده. التلاتة اكسلنت ده الجريدنج بتاع الكت اللي موجود في قلب شهادة الألماظ. وعشان نفهم القصة لازم نبتديها من الأول. أي حجر ألماظ أو أي شهادة ألماظ بيبقى فيها حاجة اسمها الفور سيز، اللي هي الكارت والكالر والكلاريتي والكت. الكت هنا ده هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، بيبقى واخد جريدنج ما بين 3 اكسلنت، 2 فيري جود، 1 اكسلنت، لغايه لما ينزل ل3 فيري جود. ودي اقل حاجه انا دايما بنصح بيها. في طبعا كات جريدنج اقل من كده واخد 3 جود وواخد فير كمان، بس ده انا ما بنصحش بيه ولا حتى بنجيبه في المحلات بتاعتنا. طب الكات لما بيبقى واخد 3 اكسلنت بيبقى اغلى بكتير من اللي واخد 3 فيري جود، لان الكات ده بمنتهى البساطه هو انعكاس اللايت جوه الحجر بتاعك. فالحجر لما بيبقى واخد 3 اكسلنت الانعكاس اللايت جواه بيبقى جميل جدا وبيدي لمعان جميل جدا. وبرضه لما بتيجي تعملي له اعاده بيع بعد كده بيبقى سعره فيه، لان انت جايبه الاعلى حاجه موجوده في الكت. وبس كده. اتمنى تبقى عرفتوا الفرق ما بين التلاتة اكسلنت والتلاتة فيري جود وهما بتوع ايه. واكتبوا لنا في الكومنتس لو عندكم اي اسئله عن الفور سيز. كان معاكم دكتور ياسر الطويل وده الجواهرجي. سلام.